السلام عليكم. قبل لا نبدأ اقرأوا آية الكرسي مرة واحدة، وإذا حابين تشاركوني قصتكم اكتبوا في التعليقات أبغى أشارك قصتي. نبدأ الآن. قصة اليوم عن برج داخل غابة. حراس الغابات يعيشون في أبراج عالية وسط الغابات، يراقبون الحرائق ويحافظون على المكان، وأي شخص مو مدرب ما يقدر يتحمل يقضي ليلة واحدة هناك. بطل قصتنا اسمه مارتن، حارس غابة في أمريكا. في نوفمبر 2017 كان محتاج إجازة شهر عشان زواجه، لكن الرد اللي جاه كان غريب. الإجازة مقابل شهر عمل في البرج رقم 411. البرج هذا كان آخر نقطة في الغابة، بعدها ما في شيء أبدا. مارتن وافق، وصل قبل المغرب والمكان كان قديم ومخيف. قبل ما يروحون قال للحارس من الساعة 12 إلى 4 الفجر طفي الأنوار كلها، ولو حسيت بشيء غريب لا تطلع برا أبدا. جت أول ليلة طفى الأنوار وفجأة حس أن الغابة تغيرت، إحساس قوي أن في أحد يراقبه. بعد شوي شاف نور يتحرك بين الأشجار وقلبه بدأ يدق بقوة، وبنفس اللحظة جته مكالمة. الصوت قال له مارتن طفيت الأنوار؟ قال إيه. رد عليه فورا لازم تطلع من هناك الآن. مارتن كمل الشهر ورجع، لكن التجربة هذه كانت من أكثر التجارب رعبا في حياته.